صراحة من قبل بأنك معجب بالتيكي تاكا الإسبانية، ربما أنت واحد من محبي المنتخب الإسباني، هل يستحق الخروج من هذا الدور؟ لا يستحق الخروج، يعني بالنظر لمباراته أمام المغرب يستحق الخروج، ولو أنه الحظ لعب شوية دور كبير جدا لأنه كان مستحوذ وكان مسيطر. المنتخب المغربي يختار أن يبقى في الخلف ويلعب على قدراته، هذا شيء طبيعي لأنه المباريات مثل هذه تلعبها من أجل أن تفوز بها، لا تلعبها من أجل أن تمتع الجماهير. نعم. أما بالنسبة لخيارات المدرب فتبقى خيارات، طبعا هو عنده حساباته، عنده أسبابه. احنا من بعيد نقول لماذا راموس، ولكن تصور لو وصل للدور نصف النهائي ولا واحد يتكلم على راموس ولا يتكلم على ديخيا. الخيارات هي هكذا بالنسبة للمدرب. أنا لم أسمعه ماذا قال بعد نهاية المباراة، ولكن أعتقد بأنه لم يكن موفق المنتخب الإسباني في هذا المونديال. ممكن خلعتنا شوية نتيجة السبعة أمام كوستاريكا، ولكن المنافس اسمه كوستاريكا. أي نعم عنده لاعبين متميزين قد يعول عليهم في اليورو القادم في نهاية كأس العالم. أي نعم كرة القدم هي هكذا تتجدد على مستوى المنتخبات ويجب أن تبعث نفس جديد، وهذا ما يفعله لويس إنريكي، لأنه زمن اليوم ليس زمن 2010، شيء مختلف تماما. هذا الكلام ينطبق على البرتغال مع رونالدو، هذا الكلام ينطبق على منتخبات أخرى بلاعبين آخرين متميزين أساطير ومش عارف واش، ولكن الواقع اليوم شيء آخر، وهذه أحكام الكرة. أعتقد بأن إسبانيا تستحق أن تخرج لأنها لم تتمكن من الفوز على نعم. تفضل أمين، تفضل. صحيح أنه لو تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور النصف النهائي ما كان أي أحد ليتحدث عن غياب سيرجيو راموس أو غياب الكانتارا أو ديخيا أو غيرهم، ولكن أريدك أن تتخيل معي هذا السيناريو. ماذا لو تأهل المنتخب الإسباني بأدائه على مدار كل المباريات باستثناء مباراة كوستاريكا، وأنت يعني ذكرت السبب هو مجرد منتخب كوستاريكا. ماذا لو واجه المنتخب الإسباني في الدور نصف نهائي البرازيل أو فرنسا أو إنجلترا؟ لا يمكنه أبدا أن يقف ندا للند مع هذه المنتخبات القوية فنيا تقنيا وحتى من حيث الخبرة، من حيث عنصر الخبرة. لذلك على مدار البطولة أنا لم أرى أي مباراة مرجعية للمنتخب الإسباني تضعه ضمن قائمة المرشحين. هو في إعادة تشكيل، هو في إعادة تشكيل، ولا أعتقد كانت غايته التتويج بكأس العالم، لأنه التتويج بكأس العالم عارف هو وعارفين احنا بأنه يبقى منحصر بين البرازيل والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، فهو عارف جيدا بأنه لم يأتي إلى قطر من أجل التتويج بكأس العالم. حفظ مشكلة الاستحواذ السلبي. المنتخب الإسباني صحيح يسيطر، يستحوذ على الكرة، ولكنه ما عدا مباراة كوستاريكا لعب أمام لا شيء. في المباريات الأخرى لم يستطع الوصول إلى الشباك في مرات كثيرة، وانهزم أمام اليابان وأدخل الشك في نفوس محبيه. الاستحواذ ارتبط بالبارسا، والاستحواذ ارتبط بوجود لاعب اسمه ميسي فك العقد. اليوم منتخب إسبانيا ما عندوش لاعبين بحجم ميسي، كل ميسي أرجنتيني، ولكن تيكي تاكا مشات مع ليو ميسي، فلازم لك فرديات تفك العقد، ولازم لك فرديات تصنع الفارق، مش فقط الاستحواذ. انت تتكلم على الاستحواذ السلبي، الناس تتكلم على الاستحواذ. المهم الاستحواذ مش فقط انه لازم تسجل او تفوز، الاستحواذ انه انت مانع الخصم من الكرة ومانع مرماك من الخطر، فهذا ايضا شيء مهم بالنسبة لي الكرة. الاستحواذ بالنسبة لإسبانيا صار تقليد وصار امر عادي جدا، ولكن الان التفكير في من يصنع الفارق بعد الاستحواذ، لانه هناك ثلاث حاجات في الكرة: هناك استرجاع الكرة، الاستحواذ عليها، ثم بناء اللعب من اجل تسجيل الاهداف. هم عندهم القدرة على الاسترجاع، شفت الضغط اللي مارسوه حتى البارح. رودري كان قلب دفاع، كان يلعب قريب في ال 25 متر تاع المنتخب المغربي، يعني متقدم بشكل كبير جدا. صحيح. ولكن انت ما لا تلعب لوحدك، في منافس غلق المنافذ كلها على الجهتين، وغلق ايضا في النص بعدد كافي جدا من اللاعبين. اوكي نعاود نرجع لك، كان فيه شويه حظ لانه المنتخب الاسباني الى غايه الدقيقه 120 اتيحت له فرصه ضربت في العارضه، فبالاضافه الى فرص اخرى اتيحت مثل ما اتيحت للمنتخب المغربي. التوفيق مهم في كره القدم. اسبانيا نعاود نقول لك لم تكن مرشحه للفوز بكاس العالم.